بدون رتوش. تحت عنوان لماذا نعم، كتب الكاتب الصحفي فيصل مصطفى يقول: كتبت مقالا الأسبوع الماضي عن لماذا من الضروري والحتمية إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولايات ثالثة وجديدة وهامة ومصيرية في تاريخ مصر المحروسة. أكدت فيه على ضرورة استمرار الرئيس السيسي في قيادة البلاد حتى نستطيع أن نصل إلى بر الأمان في ظل مناخ عالمي ملبد بالغيوم وتخيم عليه أجواء الحرب العالمية الثالثة جراء الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة رحاها الآن. وبجانب هذه الأمور، والتي أعتقد أنني قد تناولتها بوضوح في المقالات السابقة، فإنني في هذه المقالة أتكلم عن جانب آخر هو أيضا جانب هام من جوانب أمننا القومي، وجزء لا يتجزأ منه، ألا وهو الجانب الداخلي، وهو مرتبط أشد الارتباط بالجانب الخارجي، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما. فإذا كانت الأسباب الداخلية معروفة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والسباق المستمر بين الدخول والأعباء المتزايدة والزيادة السكانية التي تفوق القدرات الإنتاجية، فإن الدولة واجهت ذلك بأساليب سياسية ذكية مثل الحوار الوطني وإتاحة مساحات طيبة في تناول قضايا الشأن العام لكافة الاتجاهات الوطنية، بما يحد من حالة التوتر المفتعل، وبما أيضا يساعد على استيعاب كل المؤامرات الخارجية التي تحاك ليلا ونهارا بإمكانات هائلة ومهولة لا يمكن تخيلها، وبشبكة إعلامية عالمية قوية ومهيمنة. وإن كان هذا الموقف ليس الأول من نوعه الذي تواجهه مصر، فكثيرا ما واجهت مثل هذه المواقف في أزمات سابقة منذ منتصف القرن الماضي وحتى يومنا هذا. ويستطرد الكاتب الصحفي فيصل مصطفى فيقول: ولكل هذه الاعتبارات الداخلية، فإن مصر قدرها وشعبها لا يسمح بألا يقودها إلا شخصية قيادية تعلم جيدا ماذا يراد بالبلاد، ولديها تجربة ممارسة في الحكم في مواقع مختلفة متدرجة، كلها كانت تصب في خانة واحدة، ألا وهي حماية البلاد حدودا وسماء وإمكانات وقدرات وثروات وكل شيء. ويتابع الكاتب الصحفي فيصل مصطفى يقول: إذا لماذا نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت بالذات؟ لاعتبارات موضوعية ووطنية بحتة، أبرزها ضرورة استمرار المشوار والمهمة التي بدأت من 2014 وما زالت مستمرة، وكلها سنوات قليلة لا تقاس في عمر البشرية وفي عمر الشعوب والدول، وتعتبر بمثابة ثوان قليلة في مشوار التاريخ. ويختتم الكاتب الصحفي فيصل مصطفى مقالته فيقول: إن شاء الله نشهد مهرجانا ديمقراطيا وطنيا شعبيا راقيا في المرحلة المقبلة مع فتح باب الترشح، ونتمنى أن تختفي الأشكال الكرتونية وأن يختفي البهلوانات، وأن نجد مناقشات جادة وحقيقية حول مصير بلد وليس لعبة، وأن يرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية. هذا ما نأمله، وهذا ما تستحقه مصر، وهذا ما نعتقد أنه سوف يتحقق على يد الرئيس السيسي. فالأمر جد خطير ولا يحتمل أي عبث ولا يحتمل مغامرات الهوى. أعد المقال وكتبه الكاتب الصحفي فيصل مصطفى، وقرأه محمد عوض.